بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد حلو جدا جدا جدا، وكمان علشان خاطر رمضان. الناس اللي طبعا اللي لسه ما دمستش الفول ومش عملت العجينة بتاعة الطعمية تقدر تعملها دلوقتي. قدامنا رمضان شهر طويل جدا. طبعا الفيديو ده يا جماعة معمول من قبل رمضان، بس للأسف معرفتش أنزله خالص قبل رمضان. تمام كده. طبعا انا معايا هنا فول بلدي نقعته، ومعايا كمان فول مدشوش عشان طبعا هنعمل الفول والطعميه بتوع السحور بتاع رمضان. وممكن كمان تعملي منهم اكل شعبي للفطار بتاع رمضان في اي يوم من الايام، لو انت زهقت كده من الاكل او حاجه زي ديت يعني. تمام كده. انت بتبلي الفول المدشوش والفول اللي هو بتاع الفول المدمس يعني قبلها بليلة، بتبيتيهم قبلها بليلة، أو على الأقل 5 6 ساعات قبل طبعا ما تبدأي تشتغلي فيهم. تمام كده. أول حاجة هنبدأ بالفول طبعا لأنه هياخد مننا وقت. غسلناه كويس جدا جدا، وحاطين قرن فلفل، وحاطين ليمونة بحالها كده، وطماطماية وبصلاية وشوية توم اهو كده زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. طبعا انت بتعمليه بالطريقه ديت بينكه الفول وبيديله طعم حلو جدا جدا. وتقدري انت بتعمليه مثلا هو كله يعني هتضربيه في الخلاط بعد ما يتدمس، بيكون عليه كل حاجه. تقدري بقى تسيحي شويه زبده او تحطي عليه طحينه على طول وخلاص على كده. طبعا انا نسيت احط هنا، الميه كانت قربت تغلي على الفول. بتحط كده قد صوبة كده او قد ايه نص كوبايه من الفول المدشوش. بتحط كوبايه كامله على الكيلو. انا عامله نص كيلو فول مدمس، فهتحطي نص كوبايه من الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعميه ده مبلول. تمام كده. بيدي قوام حلو جدا جدا للفول، القوام للميه بتاعه الفول. وكمان بيعزز كده الطعم بتاعه، بيكون جميل جدا جدا. يبقى حطينا الفول بتاعنا، وحطينا عليه طماطمية وبصلاية وشوية توم وقرن فلفل وليمونة، ونص كوباية من الفول المدشوش. طبعا حطينا على يستوي، وحطينا كنكة كده أو أي كوباية فيها مية فوق الفول لو طبعا المية بتاعته نقصت. معانا الطعمية بتاعتنا هنعملها. معانا كده حزمة من الكرات وحزمة من الكزبرة الخضراء، ومعانا شوية من التوم، ومعايا بصلاية صغيرة كده زي ما انتم شايفين. البصلة دي بتكبريها شوية لو انت هتعملي كيلو كامل. انا عاملة بس نص كيلو من كل حاجة. تمام. طبعا هجيب كده طبق يكون واسع كده عشان نقلب كل المكونات عليه كده، وعلشان كمان نسهل على نفسنا. طبعا بتغسلي الفول المغسوش ده اكتر من مرة، علشان طبعا الرغاوي والغازات اللي بتطلع دي بتكون وحشة جدا للمعدة. طبعا غسلنا الخضار بتاعنا كويس جدا جدا، وهنقطعه كده رفيع علشان يسهل علينا الشغل. تمام كده. ما تحطيش الكرات بحاله علشان كده كده مش هينفرم كويس، وهتتعبي الكبة بتاعتك معاكي. عفوا. لو انت عندك حد في البلد بتاعتك بيفرم طعمية، افرمه عنده اسهل لك بكتير. اهون طبعا حزمة الكزبرة الخضراء كده زي ما انتم شايفين اهون. هخرطها برضو كده زي ما انتم شايفين عشان طبعا اسهل على نفسي. في ناس بتحب تضيف شبت وبتضيف بقدونس. انا لا، ما بحبش كده الصراحة. كتر الخضار على الطعمية بيغمقها وبيخليها تطلع مكتومة. لكن ما تكتريش من الخضار. طبعا الريحة بتاعتها عايز اقول لكم ساعة ما كانت بتتفرم كده كانت خيال علمي. يبقى احنا كده حطينا الفول اللي غسلناه كويس جدا، وحطينا الكرات والكزبرة والبصلاية والثوم. هننزل بالثوم كمان اهون. هقلب بقى كل المكونات ديت كويس جدا جدا. ليه فايدة التقليب ديت يا جماعة؟ علشان خاطر لما تيجي تطحني الطعمية، لو انت مثلا بتقطعي بالطلب على كل مرة هتفرمي فيها، في مرة هتطلع مثلا ايه بيضة شوية، حبة هتطلع خضرة شوية. فكده افضل يعني عشان تطلع كلها بنفس اللون. هي كده كده كل حاجة بتنحط على بعضها في الاخر يعني. قلبت كده كل الفول بتاعي بالخضار اهون. وتعالوا بقى على الكبة. انا هحط كده في الكبة. انا عملت النص كيلو على 3 مرات اهون. الكبة بتاعتي كبيرة شوية بس عشان طبعا الفول ينضرب كويس جدا جدا. بصوا يا جماعة، انا فرمته كده في الكبة لغاية لما بقى ناعم شوية. تمام. بعد كده الكبة ما بتمشيش، اللي بتحط على كل مرة تلت كوباية شاي من المية. يعني تحط تلت كوباية شاي من المية علشان تساعدي الخليط بتاع الطعمية بتاعتك يكون مفروم اكتر. لكن بدون ما تحطي تلت الكوباية من المية بيكون الخليط بتاعك خشن جدا جدا جدا.
انا عشان عندي الكب في مكان تاني غير المطبخ، فطبعا مش وريتكم الحته دي. انت بتضربي العجينه بتاعتك في الكبه كده زي ما انتم شايفين، لغايه لما تبقى ايه، لما تنفرم. وبعد كده عشان تنعميها اكتر بتحط نص كوبايه شاي من الميه، نص كوبايه ميه كده بالتدريج لغايه لما العجينه بتاعت الطعميه بتاعتك تنعمل كويس جدا جدا. وطبعا كده بصوا انا طبعا عملت منها هيت في البيت بالسمسم، ما شاء الله حلوه جدا جدا، وكانت ريحتها ماليه المكان معبيه الدنيا اهون. عملت اكتر من رصة يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انا عملت طعمية كتير في اليوم ده، ما كنتش طبخت، كان عندي اكل بقى باقي من قبلها بليلة، وكنا طبعا داخلين على رمضان وكده، فايه مش ما طبختش. عملت طعمية كده من اللي انتوا شايفينها ديت ما شاء الله، ومع مخلل وخيار وجرجير ما شاء الله. والقوام بتاع العجينة حلو جدا جدا. تقدري تحطي عليه رشة بيكربونات الصوديوم، او تحطي ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيخليها نافشة وحلوة وما بتشربش زيت، براحتك يعني. ممكن تضيفي كمان عليها بصلاية وطماطمية وقرن فلفل متقطع رفيع مع شوية ملح مبهر كده، وتعملي طعمية محشية، بتكون جميلة برضو جدا جدا. طبعا عايزة اقول لكم ان احنا عملنا طبقين طعمية غير الطبق اللي قدامك ده، وعملنا 3 اكياس دول كده من النص كيلو، تمام كده. يعني عملنا النص كيلو عمل 6 اكياس. 6 اكياس تمنهم كام يا جماعة؟ تمنهم 30 جنيه، واكتر من 30 كمان، لانك مش هتعمليها بنفس النظافة والجودة ديت. فطبعا انا جايبة النص كيلو فول ب17 جنيه، يعني موفرة كمان زي ما انتم شايفين كده، غير اللي احنا عملناه واكلناه. طعمها من جوه خضرة وجميلة جدا 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 يا جماعة، بصوا ما شاء الله اهون. والكرات كده والخضار باين جوه الطعمية مع ريحة السمسم بقى، وريحة الفول الطعمية، يعني حاجة كده روعة بجد بجد، حاجة 10/10. قولولي ايه رأيكم يا جماعة، انتوا بتعملوها بنفس الطريقة ديت ولا لأ؟ ولو في اي ملحوظة اكتبوها لي في الكومنتات، تمام كده اهون. الطعمية ديت لو هتجيبها من بره ب1 جنيه. شفتوا كده دول كام واحدة؟ ادي كده 4 و4 8 11 واحدة، غير من عمل طبق قبل ده مليان، طبقين، عمل طبقين قبل ده مليانين. يعني ما شاء الله موفرة جدا 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 اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طبعا عملنا الفول، وعايزة اقول لكم ان القدرة بتاعت الفول دي قعدت في التلاجة حوالي 3-4 ايام عشان اعرف اصورها لكم، وكان اتكل منها اكتر من 3 مرات، فقلت افرز الحبة الباقيين بقى، لان كده خلاص انا لو سبتها اكتر من كده مش هلاقي فول اصوره والاقي لكم يعني. فطبعا عايزة اقول لكم ده الفول بعد 3 ايام او 4 ايام ما سويته، كنت عايزة اصوره معاكم على طول. فطبعا اللي عندها بيبي صغيرة عارفة ان بتكون على طول مشغولة غير الاولاد، وربنا ايه يخلي لكم اولادكم يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة. فهو زي ما انتم شايفين الفول احسن من بتاعي، عامل زي الفول العلب المعلب يا جماعة. طبعا انا بحطه على التجهيز على طول، ضربته كده في الخلاط كده زي ما انتم شايفين القوام بتاعه حلو جدا جدا جدا. فاحط كده كل مرة كل طبق كده في كيسة، او على قد كل مرة، تمام كده اهون. عملت منهم 5 اكياس، غير ما تاكل كل يوم يطلعوا طبق منه يعملوه. الكلام ده كان قبل رمضان ما شاء الله. هو كده زي ما انتم شايفين فول بلدي معمول في البيت بطريقة حلوة جدا جدا. عايز اقول لكم ريحته وهو بيستوي كان عامل زي ريحة اللحمة، سبحان الله. واحطه بقى اكيسه في الفريزر، ونطلع منه بالطلب بقى في فطار في سحور في الفطار في اليوم العادي في رمضان في غير رمضان. فما شاء الله حاجة حلوة جدا جدا وجاهزة كده تحت ايديكي. مش هتقفي بقى طوابير على عربيات الفول والطعمية، ولا هتجيبيها بنفس الجودة والنظافة اللي انت بتعملها في البيت. شفت عاملة ازاي الفول، عامل ازاي تحفة جدا جدا ما شاء الله. وانا لما باجي اضربه مش بنعمه جامد يعني عشان تحس بطعم الفول، لازم انا ايه ينضرب بس ضربة واحدة بس، وبعد كده بتفصلي على طول. احنا مش هنعمل مية يعني. ممكن تضيفي بقى عليه طحينة وانت جاية تعمليه، تعملي له فول بالطماطم، فول بالبيض، براحتك خالص يعني ما شاء الله. إذا عجبكم الفيديو وصلتوا لعند هنا اكتبوا لي كده كومنتات حلوين، كومنتات حلوة زيكم، وكمان حطوا لي لايكات للفيديو عشان الفيديو يرتفع، وادعموني كده باللايك والشير. ولو عندكم اي ملاحظات يا جماعة اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله او اي اسئلة يعني ارد عليها على طول. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامة حبايب قلبي.